عم بتاعنا يا عم على الصبح ما تفتح. انا يا سيدي اعمى بس خلي اسلوبك احسن من كده شويه. لا ما بشوفش لكن ما حدش يقدر يضربني. يا عم بتاعنا على الصبح مش شايف. لا مؤاخذة يا حبيبي انا يا سيدي اعمى بس يعني خلي ملابسك احسن من كده شويه. لا ما كلمتكش يا عم، اتكل على الله. يلا يلا اتكل على الله. حول الله يا ايدك رب. وانا بكلمك. يا عم اتكل على الله. انت انت يا عم خلي بقى الناس تحترمك، مش انت بتقول كده شاكر على الصبح ولا ايه؟ ايدك ما تلمس. يا عم انت مدي ايدي زي ما انا عايز. يا عم انت شايفني اصلا. شايفك. انت شايفني. لم نفسك يا جدع انت. طب هم مين بتاع عليك بقى؟ تمد ايدك. انت شكلك حرام يالا ولا هم مين يا عم؟ حرام. ده انا هسلمك لاي حد. ايدك كسر ايدك. ها انا هسلمك لاي حد. لم نفسك اهو. ها قال لي ايه ده ايه ده ايه ده؟ اوعى شوع. اوعى سيب. طب ايدك مش تتكسر. هسيب. ايدك تتكسر. تكسر ايدك. تعالى تعالى معايا انا اسلمك لاي حد. وبعدين يعني لما ايدي تتكسر اوعى بس ايدي. طب اوعى خلاص. مش طب. هسيبك. طب خلاص. مش هسيبك. طبيعي لو انا ماشي في الشارع وقابلت واحد كفيف وشتمني عمري ما هرد عليه، ما بالك بقى لو حد هو اللي بيرخم على الشخص الكفيف. تعالوا بقى نشوف في حركه النهارده يتصرف معاه ازاي. انا مين عادل، مدرب الدفاع عن النفس. تعالى بقى اقول لك ازاي تتصرف النهارده لو حد ماسك ايديك الاثنين بايديه وماسك بقوه جدا وانت مش عارف تتصرف معاه، حتى لو انت مش شايفه. مش بس للشخص الضرير او الكفيف، لا، لو انت حصل اي مشكله في عينيك ومش شايف الخصم، لو انت في اوضه ضلمه، لو انت في اي مكان انت الرؤيه انعدمت، ازاي تتصرف بحاسه اللمس وهو ماسكني بالشكل ده. كل اللي انت هتعمله اهو من غير ما انا اكون شايفه، بتلف ايدك بالطريقه دي. لفيت ايدك اللي من فوق مسكت على ايدك اللي من تحت، بتلفه بالطريقه دي. كده انت متحكم فيه وفي نفس الوقت هو ما يعرفش يعمل حاجه بايده الثانيه، لان ايده دي هتتكسر بالطريقه دي. تاني وهو ماسك كده اهو، لفيت بالشكل ده على الايد الثانيه، لفيت الايد اللي من فوق مسكت الايد اللي من تحت ولفيته بالطريقه دي. كده انا اقدر امشي بيه لو عايز. كده انا اللي متحكم فيه مش هو المتحكم فيا. كل الفكره ان انت بتعتمد على ايه؟ على حاسه اللمس. مجرد ما هو مسكك هو اداك دليل تعرف تمشي عليه، تعرف توصل ليه لنقطه الضعف ان انت تقدر تسيطر بيه عليها حتى لو انت مش شايفه. في اغلب المواقف انت لو مش شايف الخصم ومسك فيك سهل جدا تعرف تسيطر عليه. اصعب حاجه لو هو مش لمسك، لو انت مش شايف المدى الحركي بتاعه ان انت تعرف توصل له، لكن مجرد ما هو مسك فيك باي شكل انت هتعرف تتصرف معاه. من الحركه دي هتوصلك لنقطه الضعف اللي انت عايز تسيطر عليه بيها. هتقول اسيطر عليه ازاي وانا مش شايف؟ اقول لك نقطه الضعف دي انت بتستقتل عليها. مجرد ما انت ضغطت عليها خلاص انت اتحكمت في جسمه كله. ازاي؟ زي حركه النهارده وهو ماسكك بالطريقه دي. كل اللي انت بتعمله لفيت بالشكل ده، لفيت ايدي اللي من فوق، مسكت كف ايده ولفيته بالطريقه دي. اتمنى اكون قدرت افيدكم ولو بمعلومه بسيطه، وما تنسوش صور وكواليس الحلقه دي طبعا على الانستجرام. بحترمكم جدا واوعدكم دايما بالمزيد. اشوفكم على خير.